هذا فيديو جزء ثالث الرشيم ديال القب. الرشمه اللي كانت سابقه رشمناها في الكمام كيف ما شفتوها، وفي هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم الرشيم ديال القب. القب كما كتعرفوه هو داير بحال هكا. المهم هذا القب هذا هو مطرق من الوسط، مصوب على جوج خضرات. هو القب غادي يجي بهذا الشكل هذا هكا، غادي يجي بحال هكا. هذا هو القب ديالنا. بالنسبه لهذا الرشمه كاينين جوج ديال الطرق، وكل واحد والطريقه اللي كيفضل. الطريقه الاولى في هذا الرشمه هذه اللي غادي نخدموها، اللي قلت لكم من قبل في الفيديوهات اللي من قبل انه كتجي فيها التشنيف، هو كتلبس هاد الجلابه بطريقتين. هي ان الرشمه كتكون القب واقف هكا وكتخدم في الوجه ديال القب. ركزوا معايا شي شويش. كتكون الرشمه هكا، القب واقف وكتجي الرشمه هكا. هذا حاله واحده. الحاله الثانيه هي كتلبس مقلوبه بهكا. نشدو هذه بالفنيته باش تفهموني شنو كنقصد لكم. ها نتوما هاد الرشمه هاد الزواقه كتخدم في الظهر. كيف ما كتعرفوا ان هذا القب كيتلبس قب مقلوب. الرشمه كتكون مقلوبه، كتدار القب هكا. علاش؟ باش كيجي الوجه ديالها هكا وهابط مع بطبيعه الحال مع القب من هاد الجهه. ها هو، وكيجي هابط حتى لهذا الرويس هذا اللي كيكون داير بالدوره ديال العنق. اذا هذا القب كيجي هكا مقلوب، من هنا كيجي هكا مقلوب، كيتلبس هكا. الرشمه كتجي هكا للظهر، والوجه ديال والظهر ديال الرشمه كيكون هنا. هاد الطرق بجوج كاينه فيهم الاختلاف. فين كاين؟ هو انه كاينين جوج طرق. اللي كتبغي تصايب هاد الرشمه هادي هكا، شنو كنديرو؟ كنرشمو هاد البلاصه هادي، كنخدمو هاد البلاصه هادي في الوجه. كيكون لينا الرشمه ديالها هكا في الوجه، والظهر ديال الرشمه يعني البلاصه اللي فيها السورجي كتجي لتحت. ولكن فاش كنجيو لهاد البارتيه، هاد البارتيه الاخيره، هاد الجزء هذا من هاد البلاصه، دابا هادي هي القب ديالنا. هاد البلاصه هادي كنطلعوا شويه من هنا لهنا. هاد الطرف اللي بقى لينا كنرشموه هنا. نتمنى تكونوا فهمتوني. هاد الشيء كله غادي تفهموه فاش غادي ان شاء الله تخدم، وغادي نشارك معكم الشكل النهائي. تما غادي تفهموا الموضوع بالضبط. كتكون الوجه ديالها هنا ووجه هنا. يعني شنو؟ كنرشمو على الوجه هاد النص، كنطراسيو بالستيلو ديالنا اللي كيتمسح، وكنرشمو هنا هاد الجزء. وهاد الجزء اللي هنايا كنرشموه بوحدو، كنرشموه هنا في هاد الظهر هذا. ولكن اللي غادي تلبسو مقلوب انها غادي دير لذاك الرشمه هكا، يعني كله غادي يترشم على الظهر. يعني ما كنرشموهش من الوجه ديالو. انا في هذه الحاله هذه غادي ترشمو بغاتو مولاتو مقلوب، يعني غادي نرشموه على الظهر ديالو. يعني الظهر هذا هو الظهر ديالو. كيف قلت لكم هذا مسوج مطرق من هنا. ما كيفاش ما كيكفيش الثوب الخياطه كدير فيه جوج طراف يعني. وغادي نديرو الرشمه، نحطوها الرشمه ديالنا هنايا عادي. دابا الرشمه ديالنا كيف ما كتعرفوا، حتى القب ديالي غادي ندير له نفس الطريقه اللي درت في الكمام. نشد هاد البلايص هكا بالفناتي باش ما يمشيش الثوب، باش ما يعوج، حيت الا عوج الثوب
راه بطبيعة الحال الرشمة غتعوج. دابا حتى الآن مزيان. دابا ها هو القب ديالنا تبتناه. شنو غنديرو؟ غنجيبو الرشمه ديالنا، الوسط ديال القب هو هذا، وكنجيو كنحطوها بهذا الشكل هذا هكا. كنحطوها فين كنوصلو للاخر. شوفوا معايا، غادي نطوي الرشمه هكا. هذه كنا درناها في الكم، هذه دابا هنا في القب. غادي ندير الرشمه بحال الركنه ديال هاد الودينات هادو اللي كيبقاو لينا ديال القب، هاد المثلث ديال القب. كتبقى داك نص سنتيم ديال الخياطه. وها نتوما الرشمه ديالنا غنحطوها بحال هاد الشكل. ها هي غتحط هكا، كنظن راها كتبان لكم. غنحطها هكذا وغيجي تشنيف بطبيعه الحال. وهاد نص سنتيم هي فين غادي ندير داك الزديه ديال الثوب باش انني نشد بها الثوب. كتخليو نص سنتيم او سنتيم وكتخدموا الرشمه ديالكم. يعني انني الا صيبت حتى لهنايا ورشمت، راه غادي تطرس ليا الجهه الاخرى، النصف الاخر من القب راه غادي يترشم ليا من التحت. يعني الا حليت، يعني غندير عاوتاني نثبت بلي باري ديالي من هنا، غنثبت بلي باري، وغادي ندير البابي كربون من الفوق ومن التحت وغادي نخدم. بغيتوا الطريقه ديال انكم بحال الفيديو اللي قبل تحطوا هاد الجهه حتى تساليو، الا ما عندكمش بابي كربون وديري الجهه الاخرى ما كاينش مشكل. انا ان شاء الله فاش غادي نساليه انا غنوريكم. كنخليو داك النصف سنتيم هكا بركه كافي، حيت حنا تما ما غاديش نقربوا له الرشمه. وغادي نديرو هكا، غنثبتو هاد البلاصه ونثبت هاد البلاصه مع هاد الثوب اللي لتحت. الرشمه والثوب كيمشيو مجموعين. ها هو. ودابا غادي نرشم ونرجع لكم الى كملت. ها نتوما من بعد ما رشمت القب بهذا الشكل، رشمته كيجي هذا هو الشكل ديالو. ها هو كيجي بحال هكا. هذا حيت حاله استثنائيه انه فيه تطريقه من الوسط ديال القب. فاش غادي نجي انا غادي نكون كنخدم، غادي نطرز عليه. غادي تجيو لهنايا بحال مثلا اللي جاتها بحال هذا الاشكال، غادي نشدو بلي باري. وفاش غادي نبغي نرشم نطرز هاد الوريضه هذه اللي كتبان لكم، غنطرزها فوق هاد السورجي. ونقدر انني نحيد داك الساعه، غادي نشارك معكم هاد المساله. غادي نحيد السورجي اللي حد الرشمه، غادي نحيدو باش ما يزيدش يغلظ ليا الثوب. غادي نحيدو ما امكن. انا راه كيف كتشوفوني نقصت من الثوب اللي هنايا، وقلت خليه تنكون دايره في المرمى وتكون مجبده ومقاده. عاد غادي نحيد هاد الخيط ديال السورجي وغنقص من الثوب ما امكن. عاد نطرز باش نطرز على كل شيء باش ما يبقاش كيبان نهائيا. يعني يبقى غير هاد الجزء الاخير اللي كاين من هنا للفوق. الجزء اللي غيكون مطروز غادي يكون هكا، وغادي نحاول نحيد منه كل شيء هاد الزوائد ديال الثوب باش يجي بحال الا ما كاينش هاد الثوب هذا. حيت الا خليتوه غادي تجي الخدمه طالعه، وخصوصا هذه الرشمه اللي جايه روميه ومفارقه، يعني ما جاياش لاصقه في بعضياتها. يعني كيبقى واحد الفراغات بين الوريقه بين الورده. يعني هاد الثوب هذا اللي شايط ليا هنا غنحاول ما امكن نحيدو، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو.
والتطبيق ديالها في الفيديو المقبل ديال هاد الرشمه غادي نخدموه بهاد الغوز هذا، وغادي يتخدم الغوز فوشيا مع الخضر. هادو هما الالوان باش غادي يتخدموا، وغيتخدم بهذا الازرق، وبطبيعه الحال اسود اللون ديال الثوب. اللي عجبها الفيديو دير جيم، تحط تعليق، وتبارطاجي مع اخوات باش يستافدوا جميعا، وبالتوفيق للجميع.